هنشيل بلدنا على كتافنا، مش هنسيبها ومش هنضيعها، ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. مع قيادات وكوادر حزب المحافظين، وطبعا التقي بسياده المستشار. اولا متشكرين على الدعوه الكريمه ديت، وان شاء الله نلتقي مرات عديده باذن الله. وبالنسبه لحزب المحافظين زي ما السيد اليمين قال وعمرو بيه قال انه ليس جديد على الشارع المنوفي. حزب المحافظين بدا في المنوفيه مع المرحوم محمد عبد العزيز يونس، كان امينا عاما للحزب، ثم بيننا الان النائب وفيق عزت كان امينا عاما للحزب. حزب المحافظين متواجد في المنوفيه، واعتقد انه بوجود الاستاذ احمد ماضي والكوادر اللي موجوده يضيف كثير للحاله السياسيه في مساله السياسه. هل على الساحه في الوقت الحالي هل التعدديه الحزبيه ظاهره صحيه او انها ظاهره غلط؟ التعدديه الحزبيه ظاهره بالوضع اللي موجود في مصر حاليا. انا ماليش دعوه بالوضع. التعدديه الحزبيه ظاهره صحيه جدا. احنا التعدديه الحزبيه عندنا اختلط فيها احزاب لا وجود لها، وبالتالي بتتحسب على ان في تعدديه او مفيش. لكن في مجموعه من الاحزاب، واعتقد على حزب المحافظين موجودين وبيقدموا برامج قويه. نتمنى ان تكون هذه التعدديه الحزبيه نبراس للمرحله القادمه ان شاء الله. نتمنى. طيب هل ممكن يكون الحزب ايا كان اسمه ايا كان مسماه له وضع تنفيذي، بحيث ان ممكن امين محافظه ان مثلا امين تنظيم يدخل على محافظ او على وزير او على يقدر مثلا يتكلم او يعرض موضوعه ويقابل بشكل ايجابي ام لا؟ يعني هي بتتوقف على الشخص نفسه الحقيقه، مش على يعني احنا عندنا برضه لم نبلغ سن الرشد في الحياه السياسيه، ولكن تتوقف او تختلف من امين حزب وقياداته وتاثيره على الشارع، لانه هو لو مؤثر هيأثر في اي مكان. فاختيارات حزب المحافظين للامناء انا شايف اختيارات كويس، بيستطيع من خلاله الاشخاص اللي يتم اختيارها تختار اشخاص اكثر فاعليه واكثر جدوى، وبالتالي يكون لها تاثير سواء على المستوى التنفيذي او على المستوى الشعبي. معالي المستشار طبعا حضرتك شرفتني، واتمنى ما اكونش اتقل على معالي الباشا عمرو بيه. طبعا انا جاي اتكلم عن وضع الحزب في الانتخابات الحكوميه، استعداداته هتبقى شكلها ازاي؟ ايه الخطوات اللي المفروض الحزب يقوم بيها من ناحيه الاعضاء والكوادر اللي هيقدمها؟ بسم الله. طبعا احنا الحزب استعد للانتخابات القادمه جايه. اول استحقاق هيكون انتخابات الرئاسه، ودي احنا حاطين شروط للانتخابات الرئاسيه ذات الانتخابات. فده هيكون ان شاء الله هيكون لنا مرشح في الانتخابات الرئاسيه القادمه، سواء من داخل الحزب او تأييد من خارج الحزب. بالنسبه للمحليات احنا عاملين حسابنا في الفتره اللي جايه ديت ان احنا لو المحليات اتعملت لازم يكون لنا كوادر في المحليات على 5 مستويات في خلال الفتره الجايه، فان شاء الله باذن الله احنا عاملين. اما بالنسبه للانتخابات النيابيه، ودي برضو احنا الاصلاح السياسي اولا. الاصلاح السياسي عشان تعمل انتخابات نيابيه سليمه يكون في اصلاح سياسي. نزاهه الانتخابات اول حاجه، دي حاجه مهمه جدا، وبناء عليها احنا بنأهل الكوادر بتاعتنا سواء في المحافظات او على مستوى القيادات المركزيه ان احنا نخش الانتخابات القادمه بكل قوه ان شاء الله باذن الله في 25 لو اتعملت 25 او في الاصحاح اللي جاي، سواء الانتخابات النيابيه او الشيوخ او النيابه. ده بالنسبه ان شاء الله باذن الله هيحصل. طبعا معالي الباشا طبعا كلامك مقنع، وده اخر الكلام مع احمد ماضي محمد محافظ. طبعا انا طالب من حضرتك نعرف الحضور اولا، طبعا كان التعريف نعرف الحضور الخطوات اللي بيقوم بها الحزب، والفقره اللي جايه هيكون الشكل اللي هيكون عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله الحزب النهارده عامل حفله الفطار دي
وعندنا بعض القرارات الفعليه اللي جاي الاستاذ يوسف الحفيد دلوقتي. الحزب خلال الفتره اللي فاتت عمل عده انشطه وكان موفق فيه، ويمكن الساده الحضور معظمهم حضر هذه الاحتفالات، سواء تكريم الشهداء او الاحتفال بذكرى انتصارات اكتوبر او الاحتفال بالمولد النبوي او اقامه دوره رياضيه او الرحلات اللي طلعناها للقاهره، التعاقدات اللي عملناها مع بعض المستشفيات تبع وزاره الصحه والمستشفيات الخاصه. عملنا حاجات كتير خلال الفتره اللي فاتت اللي بتعود على احضار الحزب والناس الموجودين معانا بالخير دايما يعني ان شاء الله. الحزب طبعا له رؤيه واحنا جزء من الحزب على مستوى الجمهوريه، والامانه بتاعتنا ما شاء الله فيها تقريبا كلها قيادات على مستوى المحافظه، كل واحد في مجال، قائد في المجال اللي هو فيه. ومش عايز اقول لك ان احنا يمكن من اقوى الاحزاب عندنا، لان كل اللي موجودين فعلا في مراكز ومواقع قياديه، سواء في النقابات، سواء في الروابط، سواء في الوزارات، ودي بتخلينا نقدر نقدم الخدمه الفعاله فعلا لكل الناس. يعني ما بقتش تستدعي ان انا اروح اقدم خدمه بنفسي، لا، انا بتصل بالزميل اللي موجود في المكان اقول له جاي لك فلان خلصه كذا، بيخلصها له وانا قاعد بالتليفون. بالاكثر حزب بيقدر يقدم خدمات على مستوى محافظه المنوفيه، وفعلا حزب المحافظين، لان لنا في كل المجالات على مستوى المحافظه. وده التوفيق من عند ربنا، وبرضه ربنا وفقنا في حسن الاختيار. أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ أحمد ماضي أمين عام المحافظة لحزب المحافظين بالمنوفية، وأشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من حلقات أخبار بلدنا، ومعانا الفنان والمبدع الأستاذ يوسف النقيب. طبعا أنا عايز حضرتك تمتعنا وتضرب أذاننا ده وشيحك بين سنة طيبين. سعداء بالدعوة الجميلة دي أستاذنا الكبير أستاذ أحمد. معلش هو بعد الفطار زي ما احنا قلنا يعني كان المفترض نستنى شويه كده على ما نقدر عشان نعرف نطلع في العالي بس. فاسمحوا لنا كده نقول حاجه بسيطه ويعني نسحر حتى كده ايه بحكم نفحات رمضان يعني. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى وحد الدايم، قول حياة الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق رمضان كريم. السعي في الصوم خير من النوم، دي ليالي سمحة نجومها سبحة. اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق رمضان كريم. العمر واحد والرب واحد والبحر واحد، بس السمك الوان. يا دنيا حظك كده دايما على الفنان، أرجوز جوال أول بأرجز عال، لا في ايدي سيف ولا مدفع ولا ليا سطوة وجاه ولا عزبة 300 فدان ولا جدي كان باشا ولا ريشة فوق راسي مترحم والدي. كان أرجوزاتي كده نهار وليل شقيان، يحب طل الندى يحب طل الندى وصوت الفجر على المدنى. اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق رمضان كريم. ناحي الحمام في الدوح دمع البنفسج سال، والورد مال مجروح من شكة الموال. قال الحمام يا ليل ويا عيني على اللي اتقال. مين يشتري الفيروز غزة مع الدلال؟ من فين يا شاب النسب
وبنت مين في الناس ومين في ناسك حسب، وعطاك للنخاس بحرين عيونك أسى ساقين قلوب الناس. يا حلال على المقتدر وعلى الغلابة حرام، دق الجرس بالعدد واحد ومين قال كام. البنت من بدعها ضحكت ومن قلبها عشقت، ومن وجدها سمع الوجود زلزال. لا يا عديم التنا لا انت ولا البياعين، سوق النخاسة جبر والاهل بالملايين، وابويا باني الهرم وامي من القدسين، ومصر فيها الهوى والعزوة في الشرقين. حلفت بالمرحمة والدم والملحمة والفارس اللي حمى ممشي ورا الأنداد. حبيت ودبيت كما العاشق ليالي طوال، وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال. ناس كانوا قبل قالوا في الأمثال الرجل تدب مطرح ما تحب، وأنا صنعت مسحراتي في البلد جواني اصحى يا نايم يا نايم.